السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الناس الكل، معكم أشرف عطرابلسي. به الموضوع باش نحكي فيه توا ما نحبش نتوه فيه برشا، خاطر بالحق ساعات تشوف حاجة ما تنجمش تسكت عليها. باهي احنا توا خويا باش نحكيو باللوجيك، باش نحكيو بالعباد الواعية بالعقل هكا، باش نركزوا باش نشوفوا شنو هي الموضوع، نعرفوه هي ندرى غلط ولا صحيح. باهي شفنا زوجة سفيان الأشعري، المرحوم سفيان الأشعري الله يرحمه، اللي الناس الكل تحب السبوعي سفيان الأشعري. فماش تونسي ما يحب سفيان الأشعري بالعفوية نتاعو بالضحك بكل شيء بالجو هذاك الكل. باهي كما قلنا زوجك ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، لكن العباد اللي تتبع في الاخبار وتعرف علاش في الوقت هذا بالذات، ها باش نقول لكم علاش، وما يسالش كانوا كلامي غلط قولوا لي راك غلط. باهي فرحتها هنا اللي هو مثل منجي في دور نسيبتي العزيزه، جت الزوجه نتاع السبوعي في البرنامج وقالت ما كتب حتى شيء. باهي طلع بعدها بنهار تقريبا وبعد بساعات وجبد الورقه وجبد السيناريو ورى بالدليل القاطع اللي هو كتب. باهي هذا ماهوش موضوعنا، حاجه هذه ماهيش موضوعنا جمله. موضوعنا شنو يا جماعه؟ موضوعنا انه شفنا تقريبا منذ اسبوع او منذ اسبوعين في الفتره الاخيره هذه فرحتها هنا قاعد يخرج وقاعد يساند في الرئيس التونسي قيس سعيد، اللي ما شفناش ممثلين برشا يخرجوا بالطريقه هذه. بعد ما خرج فرحتها هنا وقال احنا مع قيس، واحنا ضد العباد اللي تسرق، واحنا ضد المافيا، احنا ضد الارهاب، احنا ضد العباد اللي تحب تخرب الدوله التونسيه. فجأة وبقدرة قادر تتجبد الحكاية متاع سفيان الشعري، تتجبد وفاة سفيان الشعري ربي يرحمه وينعمه، اللي عنده تقريبا توا 11 سنة من اللي توفى. وشكون المشاركة في الحكاية هذه؟ هي زوجته. به زوجته تنجم تكون على حسن نية، ينجم يكون لعب بها الإعلام التونسي، وكل هذه الزعيم هكا يتبرسس مخيبو يقولها تغدر سفيان، هو سفيان. تقولوا ايه تغدر؟ انا في بالي تغدر ما نعرفش، انا حطوا له حاجه حبوا يقتلوه حبوا كذا. باهي ما عليناش، ينجم يكون تقهر صحيح، علاش ليه؟ لكن الفتنه اللي تعمل فيها هي الهدي الزعيم وغيرك في الاعلام. شوف امين كي يحب يخدم بالطريقه هذه نتاع البوز نتاع الشو نتاع تشويه اعراض العباد ونتاع تجبدوا الموتى وتحيروهم وتجبدوا لهم حكايات لا اساس لها من الصحه باش تعملوا الاودينس نتاعكم، باش تطلعوا بجاه ربي ما عندكمش عائله، ما عندكمش صغار. ردي الراجل راهو ميت. به تنجم تكون مرته هي ما نعرفش هكاك، ما نعرفش نورمالمون ما تجيش غاديك وتجبد حكايه فايته، خاطر هذا ماهوش موضوع نتاع سيناريو. والناس الكل راهي تصير في اي الدومين هذا نتاع الاعلام ونتاع التمثيل وكل شيء، راهي تصير فيه ساعات دور هذا ياخذوا هذا، وذيك هي حرب، هي معناها حاجه عاديه على الاخر. اما يولي هو السبب الرئيسي رقم واحد، والله العظيم انا لاني معاه لاني ضده ولاني من محبيه ولاني من العباد اللي تسمعوا، حاجه عاديه على الاخر. لكن يا خويا باش تركبوا الاحداث وتجي تشوهوا عباد في التلفزه وانت ما على بالكش، علاش؟ مش حرام؟ هذا مش حرام؟ وانت يا زوجة وابن السبوعي، الناس الكل نحبوه السبوعي، وكنا اي واحد تابع السبوعي نقول هاكا ولد السبوعي، هاكا مرت السبوعي، شوف محليهم. علاش؟ خاطر احنا نحبوا السبوعي. توا بالطريقه اللي عملتوها والطلوع التلفزي والحاجات اللي عملتوها راكم بالحق تحطوا من هنا على الاخر. تنجم تحكي حقائق، تنجم تحكي حاجات صاروا، عندك ألف حق ونتبعوا احنا ونحبوا. انا كي شفت البرنامج، انا ما نحبش نتبعه راهو نتاع البرنامج هذا نتاع فكره سامي الفيري، لكن انا متعدي وشفت ولد السبوعي وزوجة السبوعي، والله قلت خلينا نتفرج، خلينا نلقى حاجات كي تفكرنا في ايامات المرحوم سفيان الشعري، خلينا نتفرجوا كعائله كذا الحاجات اللي عملهم الباهيه، الحاجات اللي هكا السوفينير الحلوين على الاخر. تجي في حلقه وضربتها ما نعرفش قداش من كيلومتر وجايبك لهذه الزعيم ما نعرفش يضحك عليك ولا يلعب بيك، فهمتش انا شنو بالذات، بس تجي تحكي فرحتها هنا نعمل فرحتها هنا امور واحنا ماناش مع شخص. علاش بعد 11 سنه؟ بعد 11 سنه كي الراجل خرج ولا يساند في قيس سعيد، وكي الراجل خرج في المظاهرات والفيديوهات الكل ادخلوا شوفوا تلقاوهم الفيديوهات، خاطر توا في كل مظاهره نتاع جماعه قيس سعيد تلقاها فرحتها هنا موجود. يتجبد الموضوع وتجي زوجة السبوعي وولده، شكون بالطبيعة أكثر واحد باش يجي يطيح هو يكون عبد من الفامي نتاعو. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وإن شاء الله ربي إن شاء الله ينتقم منكم في الدنيا قبل الآخرة، يا هادي الزعيم ويا أمين كارا والناس الكل الإعلاميين الكل في القنوات الكل، العباد اللي تحب تشوه العباد واللي تحب تحير عباد ماتت. السلام عليكم الناس الكل.